السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم جرب مع صالحه. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد التحليه بسيطه ولكن في نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف ومشبعه، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. ودابا بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه للجميع. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ان شاء الله لهاد التحليه، عندي نص لتر ديال الحليب وزدت واحد الكاس ديال العنبه المجموع 700 غرام، عندي 7 ديال الطبرات، عندي 50 غرام ديال اللوز الكميه على حسب الرغبه ديالكم ودرتو في الماء سخون باش يرطب، عندي واحد فلون كراميل، عندي 3 الحبات ديال الموز. الا كان عندكم كبير ديروا نتوما غير 2 حبات وصافي، انا عندي صغير درت 3. غنطحنوا المكونات ديالنا كاملين. اول حاجه غندير الحليب. بسم الله. غنزيد التمر، غنزيد اللوز، غنخليه بالقشره ديالو غير هو مفسخ باش يرطب شويه. غنزيدو الموز او البنان. بالنسبه لهاد التحليه ما ديروش السكر. ودابا نزيدو فلون كراميل، ودابا نطحنوا المكونات ديالها مزيان. صافي دابا غنصفيو المكونات ديالنا، الا بقات فيه شي شائبه اولا شي حاجه. بسم الله. ودابا نديرو الخليط ديالنا على النار، غنبقاو نحركو هكا حتى يغلي لينا. ها هي التحليه ديالنا من بعد ما وجدات. دابا صافي غنفرغوها في الكيسان ديال التقديم. بالنسبه لكؤوس التقديم ممكن تختاروا اللي بغيتو، ممكن صغار ممكن كبار على حسب عدد الافراد ديالكم. صافي من بعد ما فرغت التحليه ديالي في الكيسان، دابا غنخليها ان شاء الله تبرد. ها هي التحليه ديالي من بعد ما بردات. دابا ان شاء الله غنزينها. عندي هنا رقائق ديال الموز، نتوما على حسب الاختيار ديالكم ممكن ديروا التمر. بسم الله. التزيين يكون عشوائي اللي بغيتو. بالنسبه لهاد التحليه كتكون مشبعه، خصوصا فيها التمر وفيها اللوز. غندير شويه رقائق اللوز، حمرتهم شويه في المقلاة. هاد التحليه ممكن ديروها مثلا في السحور، ممكن في العشاء، على حسب الرغبه ديالكم. نتمنى تعجبكم هاد التحليه وتجربوها ان شاء الله، راه كتجي رائعه. ودابا بقى لي غنقول لكم فرجه ممتعه للجميع الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايك والتعليق والبارطاج مع الاحباب والاصحاب ديالكم.